انا بس عايز اسال سؤال، هو فين التلقيح؟ السد القطري تقريبا كان مقدم له عرض ورفضوا، الاهلي كان مقدم له عرض ورفضوا، واختار الزمالك. يعني احنا بنوصف حاله الصفقه، الصفقه جت ازاي الزمالك، حاجه ملموسه على ارض الواقع، ومحدش يقدر ينكر ان الاهلي كان محتاج عدي الدباغ، خصوصا بعد رحيل وسام ابو علي. نروح بس بقى لبعض الاهلاويه اللي بيقولوا لك على ان اللقطه ديت يعني ده تلقيح نسوان، ان الزملكاويه كانوا بيصيحوا وانت بتلقح عليا وليه دلوقتي مش عارف ايه. يعني انت بالنسبه لك ده اسمه تلقيح نسوان؟ طب واللي انت كنت بتعمله ايه؟ والله هو حلو ليك ووحش ليا؟ ما انا بعمل نفس اللي انت كنت بتعمله، دي حاجه. ده لو افترضنا ان دوت اسمه تلقيح نسوان. شايف ان اللي الزمالك عمله في الصفقه ده دي حاجه بيبين لك ان اللعيب ده كان عنده عرض من الاهلي، كان عنده عرض من قطر، ولكن هو اختار الزمالك. دي حاجه حصلت على ارض الواقع، مش حاجه الزمالك الفها في التقديمه. لكن انت جبت لي في صفقه امام عاشور ان هو ماشي وسط جمهور الزمالك في ماتش الزمالك والاهلي، وان هو بقى يعني ادى الزمالك وجمهوره خازوق وبتاع، ولقحت على جمهور الزمالك ونادي الزمالك بدون سبب، وتجيب لي بن شرقي معدي من قدام نادي الزمالك، مع ان الزمالك اصلا ما قدمش عرض لبن شرقي لما الاهلي كان بيفاوضه. هو كان قريب من الزمالك قبل ما يروح الاهلي، لكن الزمالك ما كانش مقدم له عرض وقت عرض الاهلي. وانك تدرج اسم الزمالك في حاجه هو مش موجود فيها، فدي مشكلتك انت كده بتلقح تلقيح نسوان. لكن الزمالك ما لقحش تلقيح نسوان في الصفقه. لازم قبل ما تقول اي كلام تبقى فاهم انت بتقول ايه، لان هنا الوضع مختلف. انت هنا كنت عايز اللعيب ده، لكن الزمالك وقت بن شرقي ما كانش عايز بن شرقي. وطالما انت شايف من الاول ان ده تلقيح وحاجه مش حلوه وبتاع، طب ما انت اللي اخترعته اصلا، عملت ده ليه من الاول اصلا؟ فخلي عندك روح رياضيه بقى، طالما انت بتعمل يبقى ايه، استحمل اللي يحصل عادي، خليها رايحه جايه. طالما رايحه جايه تبقى كويسه، لكن لما تبقى رايحه بس بتبقى دمها تقيل.